يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا عودوا حواليا ونسمع الحكاية مع بعض. في ولد اسمه مروان، كان ذكي وشاطر، لكن دايما يشتكي ويقول ما عنديش وقت، نسيت أذاكر، ملحقتش أخلص الواجب، والمذاكرة خدت وقت اللعب. في يوم راح مروان عند جده، وجده حكيم سأله: مالك يا مروان؟ مروان قال: يا جدو، حاسس إن الوقت بيجري ومش بلحق أعمل حاجة. ضحك جده حكيم وقال له: عندي لك سر اسمه الساعات الثلاث. مروان اتفاجأ وقال: يعني إيه؟ قال جده: كل يوم قبل ما تنام عندك 3 ساعات تقدر تتحكم فيهم، ساعة للمذاكرة، ساعة للراحة واللعب، وساعة للنوم والاستعداد لبكرة. مروان جرب الخطة وفعلا نجحت، خلص واجبه، لعب شوية ونام بدري، ومن يومها بقى يقول: أنا بطل الساعات الثلاث. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.